سلام، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. رمضان مبارك على الجميع، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. الفطور تاع نهار اليوم راح توجده لكم بنت أختي، قالت لي علميني نطيب كيما نتيا ويخرج طيابي بنين كيما نتيا. قلت لها معليش، انا هنا كنت وجدت لها كلش وخليتها هي تكمل الباقي. كيما راكم تشوفوا انا الشوربه تاعي راني نلوح فيها الخضره. اذا ما كانش عندك خضره عادي ما ديريش، درت بصل وثوم، ودرت الثوم ما كثرتش، البصل نكثر لها البصل. الشوربه اللي عندكم تجيكم بنينه ديروا لها البصل بزاف، وكاين اللي ما يدير لهاش البصل، انا ندير لها البصل. درت لها شويه تاع الثوم، شويه تاع البصل، راس متوسط تاع بصل، درت لها ربطه تاع كرافس، فلفل الاحمر، شويه كركم، تابل ابيض كيما قلت لكم، تابل الابيض يجي بنين في الشوربه. ولا ديروا لها كزبر، طماطم مصبره، وطماطم حب كيما تشوفوا انا كنت مخبيتها مكونجليتها، وخليت والزيت بلا ما تنسوا، والملح والفلفل الكحل والكركم، وخليوها تتقلى على نار هاديه مده نص ساعه 20 دقيقه، وهي تتقلى هكذا باش تجيكم بنينه. بلا ما تنساو انكم تلوحوا لها ورقه تاع رند مع البدايه. في جهه واحده اخرى حطيت كسرونه فيها شويه تاع زبده، بصل وثوم، خليتهم يتقلاو مليح. ومن بعد ضفت لهم الجلبانه تاعي وزروديه والكرافس اللي كنت موجدتهم على جهه. زروديه هنايا اختياريه، انا درت غير راس تاع زروديه واحد تفريد هكذا باش نزين به فقط. وهنا اللحم كنا نسيناه ضفناه على الاخر. تبلناها بشويه فلفل كحل وتابل ابيض وشويه تاع الكركم. لهنا راني نوري لها كيفاش طيب، وزدت لها رشه صغيره فقط تاع زنجبيل. كما راكم تشوفوا هنايا الشوربه، شوفوا لاصوص تاعها كيفاش جايه خاثره وباينه، يعني بنتها تشهي. خليوها تتقلى مده 20 دقيقه حتى نص ساعه، وهي تتقلى ينصبوها قبل بوقت، وخليوها تاخذ وقتها في التقليه. يعني سر البنه كي تخلي اللحم نتاعك يتقلى. من جهه واحده اخرى ثاني جلبانه خليتها تتقلى مليح، ومن بعد راح نمرقها بشويه تاع الماء. يعني التمراق لهنايا مرقوا غير بشويه، ما تكثروش الماء. وغطيتها وخليتها تكمل الطيب. من جهه واحده اخرى حضرت هذو الاصابع تاع اللحم، وتبلت ثاني هذا الدجاج، رحيته مع شويه بصل وثوم ومعدنوس، وخليته يتقلى في شويه زبده. زدت له في الاخير شويه تاع كريم فريش. هنا كريم فريش اختياريه، تقدري تستغني عليها اطلاقا، يعني ما تضيفيهاش. انا هنايا انا حبيت نضيفها فقط. من جهه بعد ما طابت لي الجلبانه تاعي اخر نص ساعه، زدت لها القرنون تاعي اللي كنت نقيته وحطيته في الماء مع شويه ملح وقارص هكذا باش ما يبدلش اللون تاعو. ومرقتها بشويه تاع الماء، والماء لازم يكون سخون، خاصه كي يكون الطاجين تاعك طاطين. ما تحطيش حاجه يكون هو سخون وتكبي له حاجه بارده، اطونسيو لخاطر راح يفسد لك. لهنا كيما راكم تشوفوا الشوربه راه لاصوص عفوا تاع الشوربه راهي وجدت كيما راكم تشوفوا فيها عفوا. تشوفوا شحال باينه بلي زاكيه، يعني بنينه خاثره. لهنايا الجلبانه تاعي كيما راكم تشوفوا بعد ما وجد هذاك القرنون طاب، ضفت لها هذوك الاصابع تاع اللحم اللي كنت قليتهم في زيت سخون، وخليتها تزيد تتقلى واحد ربع ساعة، ومن بعد نطفي عليها. لهنا البنات لازم اللحم انا صراحة اللحم نحب نقليه ونضيفه للمرقة تاعي، زيت يتقلى معاها مليح، يعني حوالي ربع ساعة ل20 دقيقة هكذا راح يطلق البنة، وتجيك تجيك المرقة تاعك بنينة بزاف. بلا ما تنساو انكم تضيفوا رشه تاع معدنوس. ومن جهه واحده اخرى دارت ثاني الحميص، قالت لي خالتي نديروا الحميص، قلت لها ديري الحميص. هنا الشوربه تاعها راهي وجدت، لحت فيها قرن فلفل اخضر الله الله، وراح توجد في السلطه تاعها شلاضه ولا سلطه الفلفل، احنا نقولوا له حميص كل واحد واش يسميه. لهنا بعد ما قطعنا الفلفل والطماطم تاعنا والثوم، زدنا لهم رشه تاع ملح وشويه زيت وحطيناه في المقله يوجدوا. وحبت ثاني دير سلطه تاع رز، قلت لها معليش ديري كيما تحبي. وهذا هو الفطور تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. وما تنساوش تفعلوا الجرس عندكم، تضغطوا على زر الاعجاب، وتبارطاجيو الفيديو مع اصحاباتكم. ان شاء الله دوم عليكم الصحه والهنا. شوفوا التزيين تاع السلطه دارته هي بهذا الشكل. لهنا الكوكا هذه بعثوها لنا، كثر خير ماليها. هنا البوراك كيما راكم تشوفوا. شوفوا الطبق هذا تاع الجلبانه جا بنين هايله البنات. نتمنى انكم تجربوه، ما كنتش راح تندموا عليه. وهذا الحميص نتاعنا، طبق الجلبانه هذا تاع المجبنين بزاف، راح نعاودوه. يلا سلام وصحه فطوركم.